تعالوا خدكم ونرجع بالزمن لأكتر من 1400 سنة. هنا في مسجد عمرو بن العاص في دمياط، تاني مسجد اتبنى في مصر وإفريقيا. بناه الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود عام 21 هجرية بعد فتح الصحابي عمرو بن العاص لمصر في عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب. تعرفوا ان المسجد ده اتحول لكنيسة مرتين؟ المرة الأولى لما احتل الصليبيين دمياط بقيادة جان دبرين 1219، قام بتحويل المسجد لكنيسة بعد نهب كل محتويات المسجد، وقاموا بتقطيع المنبر المصنوع من الأبانوس وإرساله لملوك أوروبا كدليل لاحتلال المدينة. المرة الثانية في حملة لويس التاسع على دمياط عام 1249 ميلادية، قام بتحويل المسجد إلى كاتدرائية وأقام فيها حفلات دينية ضخمة. وبعد هزيمة لويس التاسع وخروج الصليبيين من دمياط رجع المسجد زي ما كان. المسجد أنشأ على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة. كمان موجود في المسجد كتابات كوفية وأعمدة بيعود تاريخها للعصر الروماني. هتلاحظ روعة العمارة الإسلامية وتميزها